تبقى مركزه كويس قوي فتره الست شهور الاولانيه وانا ما باكلش الطفل. لازم اخلي بالي كويس قوي من الرضاعه، وان انا ارضع الطفل في اوقات قريبه قوي من بعضها، ما اقعدش فترات طويله من غير رضاعه، يعني ما اقعدش اكتر من ساعتين من غير رضاعه. هديله رضعه الاعشاب مره واتنين. الاوضه لازم تبقى متكيفه وفيها هواء كويس، ولازم ما ابقاش متقله عليه بهدوم كتيره. بعد الست شهور انا هبدا اشرب وهبدا اديله ميه، هبدا ادي عصاير، وبرده هدومه تبقى مناسبه. شغاله المروحه او التكييف، وهحمي الطفل يوميا في الحر ده، ممكن من مره لمرتين كمان. سؤال محير الامهات كلها، طيب ابني انا بخاف احميه لحسن يعيا، لحسن ياخد برد، لحسن يجرى له حاجه. مفيش حاجه اسمها كده، عمر النظافه ما بتعيي. انت كل ما بتحمي الطفل اي تراكم، اي عرق او اي اتربه او اي جراثيم على جلده انت بتغسليها وبتنضفيها اول باول، فانت بالتالي بتحمي طفلك من اي امراض ممكن تجيله. وبعدين في حاجه مهمه جدا، لازم تبقي عارفه ان انت زي ما هتعودي ابنك هيتعود. يعني عودتيني تحميه مره واتنين كل يوم، هيتعود وهيبقى كويس ومش هيعيا ومش هيجرى له حاجه. عودتي ان انت ما بتحميهوش غير مره كل اسبوعين ثلاثه، هيستحمى، وكل ما هتحميه هيتعب منك وهيعيا. وده سؤال مهم كمان من ضمن الاسئله الفتره دي. الامهات بتقول اصل مامتي بتقول لي انا ما تحميش ابنك كتير هيعيا، هياخد برد، هيكح، هيتعب. وقت ما الطفل يبقى تعبان او عنده نزلات برد او نزلات شعبيه، انا مش بحميه فتره يومين ثلاثه، اول ما يبتدي يروق انا بحميه. قلنا برضو الحكايه دي قبل كده، حتى لو طفل تعبان وعنده سخونيه وارتفاع في درجه الحراره انا لازم احميه عشان انزل درجه الحراره. طيب لو انا عندي تكييف وهبدا اشغله عشان الجو عندي حر او درجه الحراره زادت، اول حاجه التكييف طبعا بيبقى مركون فتره الشتاء كلها. المفروض ان انت حضرتك قبل ما بتشغليه خالص تبداي تستخدمي البلور وتنضفيه كويس، والفلاتر بتاعته لازم تتشطف وتتغسل بميه فيها ديتول وتتنشف حلو، وبعدين تركبي التكييف وتنضفيه حلو وتبداي تشغليه. طبعا انا هشغله على درجه حراره من 25 ل 26، ودي الاسباب كتيره جدا. ممكن يبقى في فرق بين درجات الحراره من جوه الاوضه لبره الاوضه، فعلشان الطفل ما يتعبش كمان احنا بنشغله من 25 ل 26. وحاجه كمان مهمه عشان ما يبقاش في استهلاك جامد في الكهرباء ويبقى فيها سحب كتير، لان بيجي علينا وقت بيبقى الجو حر ايام كتيره وفترات كتيره، فما بنقدرش ان احنا نفصله. خلي بالك ان لو انا مشغله التكييف، لو ابني اقل من 6 شهور انا بلبس حاجه قطنيه بكم وبنطلون بكم